السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصلي بينا على النبي كده. وفي حاجة أنا عاوز أقولها قبل ما أبدأ الكلام يعني. ما تستكترش عليا إنك تدوس لايك وشير للفيديو عشان تقدر تساعدني إن أنا أقدر أتواصل وأقدر أكمل معاكم يعني. أنا في موضوع إمبارح بقى الحاج فريرة مدرب نادي الزمالك معصبني خانقني. هو أنت مالك ومال الأهلي؟ يعني أنت خسرت من أسوان بتفكيرك أنت بدماغك المعجرفة. انت مالك ومال الاهلي؟ انت اصلا المفروض تكرعك الشوط الاولاني 4. انت ما انتش عارف تدير الماتش. الراجل بتاع اسوان ده راجل مدرب محترم، راجل مؤدب، ما عرفش يديهم لك، ما عرفش يكيفك عشان ده راجل متربي. ما تكسب انت في الملعب يا عم، مالك ومن غيرك يا عم. انت اصلا مقطعاك امبارح، غسلاك، حطاك على منشر كاب مشابك. شيكابالا مين اللي بادئ بيه؟ انت لو بتفهم شيكابالا ربع ساعه اخره. معاك اسامه نبيه دوت ابن اسامه نبيه، يوسف اسامه نبيه ده قعدوا احتياطي ليه انت؟ وبعدين انتم مهيئين دونجا ان هو طريق حامد الجديد، وعمرو السنور على طريق حامد الجديد، ودي كره عقيمه. دونجا في بيراميدز كان بيشوط وكان بيهدف وكان بيرقص وكان العيل خفيف كده. جاي معاه ان جمهور الزمالك بيحب اللي بيضرب بس. لا، الزمالك مش كده. انا راجل اهلاوي بقول لك الزمالك مش كده. الزمالك فريق كوره، لعيبه مهاريه، لعيبه بترقص. محمد عبد اللطيف، رضا عبعال، حازم امام، مصطفى فتحي، ايمن حفني، هو دي لعيبه الزمالك. حسن شحاته، فاروق جعفر. عمر الزمالك كانت فرقه ضرب. دي فرقه كوره، فرقه كويره. ها؟ ايه اللي دخل الاهلي ويلعب كده قدام الاهلي وده مدرب محترم. عارف ده لو انت واقع مع مدرب صيع كان شطفك، لكن من حظك ان ده مدرب محترم. ده فيريرا. وعشان نخلص من قصه فيريرا يعني، الاهلي مش حلو. انا بقى بخاطب الناس اللي بتفهم كوره بدماغها مش بقلبها. الاهلي مش حلو، والمكسب امبارح مخادع. 3-0 3-1 3-0 امبارح دي مكسب مخادع. اه 3 اجوان فرديين يعني. من امتى الاهلي بيلعب جونت بنس من نص الملعب، بيدافع من نص الملعب؟ من امتى؟ قولوا لي من امتى؟ كرة عقيمة. شادي حسين، انت انسى انك كنت في سيراميكا يا عم شادي. الاهلي ما بيصبرش على حد يعني جمهور الاهلي ما بيصبرش على حد خالص. هتجيب اجوان انت كويس معانا، مكمل معانا وفوق دماغنا. مش هتجيب اجوان انت هتلاقي نفسك بره النادي. وثق وتاكد ان في 7-8 مليون بني ادم بيلعبوا كوره في مصر نفسهم يخشوا بوابه النادي الاهلي. ما بالك بقى انت في النادي الاهلي يا عم، لعيب كوره في النادي الاهلي، وانت في نعمه انت مش حاسس بيها هتروح من ايدك. انت مالكش تلعب بره الصندوق. جمهور الاهلي مش بيحب ان اللعيب يقعد يضرب ويخبط ويعمل تاكلين وفرامل وبتاع. لا، انت جوه انت منتشر بتجيب جول، انت على الراس من فوق. ما بتجيبش جول محدش هيفتكرك. نفس الكلام للمحاج قفشه. انت شطبت كوره قفشه من بعد ما اتجوزت. اسمع مني وخد مني انا، انت بطلت كوره من بعد ما اتجوزت. مفيش كوره بتلعبها، كله ميس باص ميس باص ميس باص. ليه كده يعني؟ في ايه مالك؟ كورتك اتحفظت وقت وحشه. اما الخابور اللي احنا لبسناه بقى اللي هو برونو سافيو، ده لعيب مش عارف يباصي، لعيب مش عارف يرقص. الخطيب بيستموت على محمد محمود والمدرب مش عاوزه. يا اخوانا ادوا لمحمد محمود. عمار حمدي جاهز. برونو سافيو بس انا مش فاهم، لعيب كوره غريب يعني، خدنا فيه حته قلم غريب. يا عم برونو سافيو ابوس رجلك، العب كوره لله. وبالنسبه بقى الاخ المدرب العبقري بتاع السبح الحاج درويش اللي معانا كولر، انت ما فيش جمله بتتعمل في الملعب اللعيبه كلها جايبه ورا، اللعيبه كلها وحشه. احسن لعيب عندك امبارح محمد هاني،
بلا منافس. محمد هاني اللي الجمهور مش عاوز يصبر عليه خالص دوت. الواد بيتشتم وبيلعب، بيتضرب وبيلعب، وبيتهم الجمهور وبيلعب، يقعد احتياطي حاضر، يلعب اساسي حاضر، ما عندوش مشكله في اي حاجه يعني. وعلي معلول الله يبارك له، ولديانج. علي وديانج ده مش هيتكرر معانا كتير يعني، وهو علي معلول اللي بيفهم كوره. المكسب امبارح مخادع. شابوه حسين الشحات، هو ده حسين الشحات بتاع الحواري بقى. كده انت رجعت تاني حسين الشحات بتاع الحواري، الكرة الشرابي، الكرة الجميلة. بس نفسك الفينش بقى، الفينش الأخير ده لو اتعمل انت هتبقى في حتة تانية خالص يا حسين الشحات. ورجاء، واخر مرة نتكلم فيها مع محمد عبد المنعم اللي جاي معاه ان هو جاي راكب الاهلي، صوتك عالي في الملعب وعمال تزعق، ثقة بالنفس، وكانت هتقطع منك واحدة امبارح كانت هتيجي جون. والشناوي متوتر، واللعيبه كلها عماله تزعق لبعضها امبارح. عمرها ما كانت في الاهلي الكلام ده، عمرها ما شفنا الكلام ده في الاهلي. يا عم ابدا بمحمد شريف، احسن مهاجم في مصر بيتحرك من ورا في سرد باكات. محمد شريف ليه ما بتلعبش بيه؟ ماشي. عمار حمدي، عندك محمد محمود، عندك احمد عبد القادر، الناس دي اديها ده لمصلحتك. برونو سافيو يركنه شويه، مش هيديك حاجه برونو سافيو. الاهلي محتاج فرود، مش هقول تاني، اكيد الاهلي محتاج فرود. الماتش الجاي مع ام بي، انا عارف ان الاهلي الماتش الجاي مع ام بي هيبقى ماتش صعب عليه، لان انت بيراميدز امبارح مقطعك. بيراميدز امبارح مقطعك، والاجوان اللي جت اجوان فرديه. عمرو السوليه واحده في الثانيه، وحسين الشحات ربنا كرمه واحده عشان خاطر يراضيه، جبر خواطر. صح يا عم احمد؟